السلام عليكم. الثراء بالعادة بيجي بالشغل والاجتهاد والتفكير والتخطيط لفترة طويلة، صح ولا لا؟ بس مش دائما. أحيانا بيكون إرث موجود في عائلة معينة، عائلة بيكون فيها مجموعة كبيرة من رجال الأعمال المجتهدين اللي بيصنعوا إرث كبير للعائلة بيستمر لفترة طويلة. الخليج العربي في مجموعة كبيرة من هاي العائلات يلي بتمتلك لوحدها ثروات هائلة. معكم مستر نيو في فيديو جديد، واليوم رح نحكي عن أغنى 10 عائلات خليجية. لكن قبل ما نبدأ تأكد أنك مشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان كل الفيديوهات اللي جاي توصلك. في ملحوظة صغيرة قبل ما نبلش الفيديو، وهي إنه استثنيت من القائمة العائلات الحاكمة مثل آل ثاني في قطر، وآل سعود في المملكة العربية السعودية، وآل نهيان في الإمارات. ممكن نعمل فيديو خاص للعائلات الحاكمة لاحقا. في المرتبة 10 عائلة كانو، عائلة بحرينية من أصول إيرانية، بلشت تجارتها في البحرين سنة 1890 مع الشيخ يوسف بن أحمد كانو، وتوسعت التجارة بشكل كبير مع ثورة النفط في الخليج العربي خلال السبعينات. اليوم العائلة بتمتلك مجموعة كبيرة كثير من الاستثمارات في مجالات الطاقة والنفط والغاز والصناعة، وعندها شراكات مع مجموعة من أكبر الشركات العالمية مثل ميرسك للنقل البحري وشركة باسف لإنتاج الكيماويات. من بين أهم الشخصيات في العائلة في عنا رئيس المجموعة مشعل حامد كانو، وتقدر ثروة العائلة ب4 مليار دولار على الأقل. أما في المرتبة 9 معانا واحدة من أكبر العائلات الكويتية، عائلة الشايع. بلشت تجارة العائلة قبل أكثر من 130 سنة ما بين الهند والخليج العربي. أما في الستينات افتتحت العائلة أول فندق شيراتون، اللي كان أول فندق 5 نجوم في الخليج. وفي الثمانينات اتوسعت تجارتها لتشمل تركيا وروسيا وكثير دول أوروبية، لحد ما صارت العائلة بتمتلك شراكة مع أكثر من 90 علامة تجارية عالمية مثل ستاربكس و H&M، وبتدير أكثر من 4500 محل ومقهى ومطعم، وبتوظف 60,000 موظف. من بين أهم الشخصيات في العائلة في عنا محمد حمود الشايع رئيس المجموعة حاليا، والسياسي الكويتي فيصل الشايع، وغيرهم كثير شخصيات. وتقدر ثروة العائلة بأكثر من 4.4 مليار دولار. من عائلة الشايع بننتقل لواحدة من أغنى العائلات في الإمارات، عائلة الغرير. في سنة 1924 كانت السنة اللي انولد فيها سيف بن أحمد الغرير، التاجر العملاق اللي بلش مع عائلته في استخراج اللؤلؤ. وفي سنة 1960 قرر هالتاجر إنه يأسس مجموعة الغرير بالتزامن مع النهضة في مدينة دبي. وفي سنة 2019 اتوفى سيف بن أحمد الغرير، وترك وراه مجموعة عملاقة بتستثمر في كل إشي ممكن تتخيله، من صناعة الحديد والألمنيوم والمحلات التجارية، وفي مجال التعليم. ومن بين أهم الشخصيات في العائلة الملياردير عبد الله الغرير، اللي ساهمت شركاته في بناء برج خليفة ودبي مول. برضو بتمتلك العائلة بنك المشرق ومول برجمان، وتقدر اليوم ثروة العائلة ب5.9 مليار دولار. ننتقل للمرتبة 7 ومعانا عائلة بن لادن، عائلة سعودية من أصول يمنية. بدايتها في التجارة كانت مع رجل الأعمال اليمني محمد بن لادن، يلي أسس مجموعة بن لادن للمقاولات. هاي المجموعة ساهمت في توسعات الحرم المكي، وعملت تصليحات للمسجد الأقصى بعد حريق 1969، وهي اللي بنت أبراج البيت ومطار الملك عبد العزيز وبرج الفيصلية وجسر الجمرات ومطار كوالالمبور العملاق، وغيرها كمية كبيرة كثير من أهم المباني في العالم. برضو العائلة بتستثمر في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والترفيه، وبتشارك حاليا في بناء برج جدة، وثروتها تقدر ب8 مليار دولار. في المرتبة 6 معانا كمان عائلة سعودية، عائلة العمودي. طبعا العائلة السعودية إثيوبية من أصول يمنية، بيمتد نسبها للصحابي الجليل أبو بكر الصديق، ومعظم ثروتها بفضل رجل الأعمال الشيخ محمد حسين العمودي، يلي بيستثمر بقوة في مجال النفط والغاز والتنقيب عن المعادن والذهب، وتحديدا في أفريقيا، بالإضافة لزراعة القطن وقصب السكر. برضه بيستثمر في مجال العقارات والخدمات المالية. تقدر اليوم ثروة العائلة ب8.1 مليار دولار. ومن عائلة العمودي بننتقل لأغنى عائلة في الإمارات، عائلة لفطيم، واحدة من أكبر العائلات الاستثمارية في الوطن العربي، اللي بتدير أعمالها من خلال مجموعة لفطيم العملاقة. المجموعة تأسست في ثلاثينيات القرن الماضي،
واليوم بتملك مجموعة عملاقة من المحلات التجارية وبتوظف أكثر من 45 ألف موظف، وبتمتلك شركة أورينت للتأمين وهي وكيل شركة تويز آر أس، وبتمتلك برضو نادي جولف البادية ونسبة من بنك المشرق ومجموعة كبيرة من الفنادق. من بين أشهر وأهم الشخصيات في العائلة في عنا الملياردير الراحل ماجد الفطيم يلي توفى في سنة 2021، والملياردير عبد الله الفطيم، بالإضافة لرجل الأعمال عمر الفطيم، وتقدر ثروة العائلة بأكثر من 10 مليار دولار. من عائلة الفطيم بننتقل لأغنى عائلة يمنية، عائلة هايل سعيد أنعم، عائلة يمنية إماراتية برزت بقوة مع هايل سعيد أنعم الملياردير اليمني يلي بلش الشغل في البيع بالتجزئة في مدينة عدن سنة 1935، وخلال الخمسينات توسع لمدينة تعز وانتقل من بعدها للمملكة العربية السعودية والإمارات والأردن وبريطانيا وماليزيا وغيرها كثير دول. مجموعة هايل سعيد أنعم تشتغل في صناعة الإسمنت والبلاستيك والزراعة والعقارات والتطوير والبنوك. اليوم مقر العائلة هو الإمارات، وثروتها بحسب بعض المصادر أكثر من 10 مليار دولار. في المرتبة 3 بننتقل لعائلة عليان. العائلة بتمتلك كمية هائلة من الاستثمارات في أوروبا وفي باريس تحديدا، وبتديرها من خلال مجموعة العليان اللي تأسست في سنة 1947 على إيد سليمان العليان. البداية كانت من مجال النقل البري، ومن بعدها المطاعم والأغذية وصناعة الورق والبلاستيك، وبتمتلك برضه أكبر حصة في البنك السعودي البريطاني. من بين أهم الشخصيات في العائلة في عندنا مثل ما حكينا مؤسس المجموعة سليمان العليان، بالإضافة لخالد العليان المدير التنفيذي للمجموعة، ولبنى العليان سيدة الأعمال المعروفة، وتقدر ثروة العائلة اليوم ب10.5 مليار دولار. وبننتقل للعائلة الأغنى والأقوى في دولة الكويت، عائلة الخرافي. شركة زين للاتصالات وشركة أمريكانا للأغذية وبنك الكويت الوطني، كل هالشركات هي جزء صغير من استثمارات عائلة الخرافي اللي بتتوسع لتشمل السياحة والفنادق والطيران وصناعة الحواسيب. من بين أكبر وأهم الشخصيات في العائلة في عنا الملياردير الراحل ناصر الخرافي يلي ترأس شركة العائلة لحد وفاته في سنة 2011، بالإضافة لبدر ابن ناصر الخرافي الرئيس التنفيذي لشركة زين. وفي عنا برضه رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق جاسم الخرافي، وتقدر ثروة العائلة ب12 مليار دولار. ومن عائلة الخرافي بننتقل لأغنى عائلة في الخليج العربي، العائلة اللي بتمتلك أكبر بنك إسلامي، عائلة الراجحي. في سنة 1957 اجى رجل الأعمال السعودي سليمان الراجحي وأسس بنك الراجحي اللي صار لاحقا واحد من أكبر البنوك العربية. أما اليوم توسعت العائلة ودخلت في مجموعة كبيرة من المجالات مثل الصحة والتعليم والزراعة والعقارات. وبتمتلك عائلة الراجحي أكبر مزرعة في العالم يلي هي مخصصة لزراعة النخيل، وبتحتوي على أكثر من 200 ألف نخلة. من بين أهم الشخصيات في العائلة في عنا زي ما حكينا سليمان الراجحي، بالإضافة لرجال الأعمال الراحلين صالح الراجحي ومحمد الراجحي. واليوم تقدر ثروة العائلة ب36 مليار دولار، أغلبها بفضل الاستثمار في بنك الراجحي.